هل هذا الامر كان وحده ام كان هذا نتاجا لاشياء كثيرة؟ حينما صرحت بانك حينما تمشي في مصر وتجد انتشار الحجاب تشعر بالغربة بنص كلامك. خليك معايا بقى. حينما تتحدث عن بعض الاشياء حول انتشار التدين او مظاهره، هذا في نوع من السخرية. لا يا سيدي، حينما تهاجم الاخوان المسلمين، هذا نقد لباس اجتماعي وافد عن مصريين وليس من اي لباس اجتماعي. الحجاب لباس اجتماعي. اللبس ده انا لما باجي ارصد ظاهره مش بنقد ظاهره، انا ما نقدتش الحجاب. اسمعني خليك معايا يا احمد بس عشان ما تقولنيش الكلام. لا ما بقولكش، ما موجود على التلفزيونات الحجاب. انا رصدت ظاهره اجتماعيه وافده على مصر، مش ظاهره وهي تغير الزي المصري. كمان كان عندنا الست اللي بولاق مش كانت بتحط الملايه اللف فوقيها؟ الفلاحه المصريه مش طول عمرها متغطيه ولا ما كانتش متغطيه؟ انت الان بس عشان هذا لباس انت كنت مصري. بتقصد الحجاب بشكل اساسي، قلت الحجاب بالنص. ماشي، انا بتكلم عن حجاب كمال بس اتغير. هل النهارده انت ده في حجاب ده رمز اسلامي؟ بص يا احمد خليك معايا، انت اللي بتقول بقى، انا مش انا اللي بقول، انا بقول لك ربنا اللي بيقول. لا يا سيدي، ربنا ما قالش في القران كده. ماشي، لا يا سيدي. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ولا يضربن بخمرهن. ده امر من القران، ما انا حافظ القراني. انا اسمعني يا نجيب، اسمعني. لا اسمعني، عايز اقول لك حاجه. اسمعني على اليوتيوب تسجيل لعبد الناصر بيتكلم فيه على لقاء مع مرسي. انا بكلمك بيتكلم فيه على هذا، انا بارصد. انا بكلمك في حاجه. ماشي. الان انت تقدر تنتقد لبس الراهبات؟ ممكن طبعا، ايه المشكله؟ لبس الراهبات ده، لبس الراهبات ده مش زي ديني؟ الحجاب زي ديني عند المسلمين، ما تقوليش بقى هنا زي اجتماعي. لا يا سيدي، هذا نقد لزي اجتماعي. انت بتعتبر الحجاب زي اجتماعي وافد على مصر؟ تعتبر الحجاب؟ يا سيدي ما انت عندك ما انا بسالك اهو، جاوبني. جاوبني. كل واحد حر. انا بس جاوبني. انا رصدت ظاهره. تعتبر الحجاب يعني زي اجتماعي وافد وليس زي ديني اسلامي؟ لا ما نعرفش كان زي ديني اسلامي ولا لا، انما هو زي وافد اجتماعي على مصر لم يكن موجودا لا في السبعينات ولا في الستينات. انت كده بتستفز الشعب المصري. ليه؟ وانا مش ضد الحجاب، بتستفز كل مسلم. يا سيدي اولا اديني فرصه اتكلم ولا انت هتتكلم حديث كله؟ بص اتفضل. كل واحد حر، كل سيدة حرة انها تلبس هذا الحجاب، اذا رأت انها هو له مدلول ديني فهي من حقها انها تلبسه. هو له مدلول ديني، وانا كمان عندي حرية ان انا ارصد ظاهرة تغير هذا المجتمع، ده حرية شخصية، لكن دون ان امس. هو المجتمع ده كان دون ان امس الدين. كان مجتمع ده كان مجتمع مستنير بقى 14 قرن، مجتمع مدني، مجتمع مسلم كله في نسبة اقمار. ماشي انت النهارده احنا اغلبية المجتمع يا احمد. هل مظهر الشارع المصري ما اتغيرش في ال 30 سنة اللي فاتوا دول؟ رد على السؤال ده. طب انت بقى، انا برصد ظاهرة اجتماعية، ما دخلتش في المدلول الديني، حاشا الله. انا صاحب المقولة ان اموت ولا اسيء للاسلام. انا بقول لك الان هو انا صاحب المقولة ايضا ان انا اكثر قبطي مسلم ستجده في هذا الوطن. انت المشكلة انك لم تقف. انت تدور على الناس خلاص انت حر مع الناس بقى، انت قلت رايك اهو، الناس انت حر معاهم بقى. بس انا بقول لك الان ده مدلوله ديني مش مدلوله. ده رايك انت، مش رايي انا. المسلمين عند المسلمين كده. طب ما لبسوش من 40 سنة ليه؟ ما لبسوش ليه من 40 سنة؟ كانوا كلهم كفرة، جداتنا كلهم. لا مش كلهم كفرة، ما كانش في مظاهر تدين في المجتمع، ما كانش. وهو الحجاب هو ده المظهر، هو مظهر من مظاهر التدين في المجتمعات.